السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة، ونعرف برشا باش يقولوا ماناش بخير وبلادنا مش بخير. الوضع اليوم في تونس دقيق وحساس، باش ما نقولوش كارثي على جميع المستويات. السلام عليكم. يبدو أن فواجع الشعب التونسي لا تنقطع أبدا، مستمرة. يستفيق التونسيون على ترشح كدورين كريم. إلى ماذا ترشح؟ الانتخابات الرئاسية 2024. صدمة جديدة اشتعمل سحبي هنا. السلام عليكم وعلى تونس. هذه منا أنه نوحدوا الصفوف ونحطوا يدينا في دين بعضنا الناس الكل مهما كانت اختلافاتنا، على خاطر كان باش تغرق بينا السفينة باش تغرق بالناس الكل. هذا علاش لازمنا وقف التأمل في الوضعية اللي نعيشوا فيها اليوم. بعد نبيل مقرونة يجينا كدورين يترشح باش يولي رئيس تونس ويعد ومن 2010 الشعب التونسي هذا يسمع في الوعود الكاذبة والزائفة. كدورين هذا استضافوا نوفل عديد المرات وسرح بأنه يعمل في الخير لأنه يحب تونس هذه ويحب الزواولة والفقراء، وأنه عمره ما يخمم باش يترشح لأي منصب سياسي. هذه أول كذبة يكذبها على الشعب التونسي، واليوم يريد أن يصبح رئيس تونس. كلكم تعرفوا تونس كيفاش ولات، نشوفوا كان في التضييقات على الإعلاميين، على المحامين، على المثقفين بصفة عامة، وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. نشوفوا كان كلام كدورين اقنعني برشا بصراحة باش نبكي بالدموع. ملا وطنية باش يغير تونس كاملة. كدورين ملا كريم، وهنيئا للشعب التونسي بالاختيار العظيم. في دخل هذا الحبس نسمعوا كان في بطاقات إيداع، الإدراج بالتفتيش، استدعاءات للمحاكم على كلمة قالت، على كاريكاتير، على معنى المرسوم 54 سيء الذكر. هذه هي الإنجاز. تونس بلاد العجايب والغرايب. بعد كدورين مازلنا ننتظروا ترشح جنيور حسان وسمرة وبلطي للانتخابات الرئاسية التونسية 2024. زيت اللي نشوفوا فيها اليوم، ومن شيرة أخرى نشوفوا في الصفوف على الخبز، الزيت، السكر والمواد الأساسية، ومن بعد يجيوا يقولوا لنا محتكرين. تما صارحوا الشعب. يبدو أن قوت الزوالي أصبح سلعة تباع وتشترى، سلعة للوصول إلى كرسي الرئاسة. لماذا؟ لأن 99% من التوانسة هم فقراء، وهم أيضا الطبقة المتوسطة، يعانون كل يوم، وكل يوم يأتينا شخص جديد يريد أن يستغل هذه الطبقة للوصول إلى الحكم. لمينا شوية عملة صعبة من عند التوانسة اللي يعيشوا في الخارج، وقعدنا بين خيارين: يا نخلصوا القروضات وإلا نوردوا بهم مواد أساسية. مشاو خلصوا قسط 2023. كريم عنده الحل لكل مشاكل تونس. مالك كدوريم هذا باش يحول تونس إلى قطر، إلى دولة غير هذه الدولة. شكرا، مبروك علينا كل التونسيين. وخلوا الشعب ياكل الحجر ودز كيف العادة على المحتكرين والمتآمرين والغرف المظلمة، وهم ونحن والزوالي ليه ربي. زعما هكا نجم نقدموا بما انه اي حد يحك راسه ينجم يترشح للانتخابات الرئاسية التونسية. حتى انا زاد العبد الفقير الله باش نرشح روحي واعد الشعب التونسي الكل عندي حل كل مشاكلكم. 10 ملايين شهرية كل مواطن تونسي، فيلا وكهرباء، و2 مليارات كنت بلوكي في البنكة، باسبور روج
شيخ يا تونسي، واحلم وعيش في الأكاذيب، عيش عيش. بلادنا صعيب برشا. بالظروف هذه نجموا نجيبوا مستثمرين؟ ما نظنش. انتم تعرفوا اللي احنا من فترة كبيرة قاعدين نعاونوا في برشا مجالات. بيان سير فما نقاط ضعف في تونس، الوضع ما يعجب حتى حد، الوضع سيء جدا، لكن ما نستغلوش هذا باش نوصلوا للحكم بطريقة أخرى. الشعب التونسي عانى كثيرا وكثيرا وكثيرا، كذبوا عليه، سرقوه، نهبوه. اليوم ناس تعيش من الزبلة، إيه نعم الزبلة يا تونسي، يلموا في البلاستيك من الزبلة باش ياكلوا. وضع مزري للأسف. باي باي تونس. كيما تجهيز المستشفيات، ترميم المدارس، توفير الماء الصالح للشراب، بعث مشاريع صغرى للشباب، مع تقديم الإعانات الاجتماعية للفئات الضعيفة في مختلف المناطق. ولكن هذا غير كافي. واضح جدا خطابك سيدي الرئيس كدوريم، تستغلوا الفقراء والزوالة باش توصلوا للحكم. ليش؟ على خاطر فما عديد المشاكل والعراقيل اللي نواجهوها على أرض الواقع. كل ما نقوموا بمبادرة يعطلونا بالقوانين والبيروقراطية، وجيب لي ترخيص وارجع غدوة وحتى لا. غريبة أخرى تحصل في تونس، سي كدوريم عنده باقيت ماجيك حل لكل المشاكل في العجلة إلى آخره. أنا من قبل نحلم تغيير واقع البلاد، تغيير واقع الشباب، والنهوض بتونس وتولي بلاد متطورة على مستوى التكنولوجي. عم الحاج يا عم كدوريم، أنت في حد ذاتك ماكش مصدق الكلام اللي تحكي فيه، ماكش مصدق. سيد لامبوسيبل يا أخي، علاش تكذب على الشعب؟ سايب الناس تعيش. متطورة على مستوى البنية التحتية، تولي فيها مطارات كبيرة، كياسات، خدمات راقية، موانئ كبيرة ومتطورة باش نجموا نستقطبوا المستثمرين ورؤوس الأموال، وهكا نخلقوا ديناميكية اقتصادية. فينك يا سامراي طل علينا وشوف ايش صاير فينا. تونس تبدلت، مطارات وجو وطرقات، هذه وعود كدوريم. اقتصادية في البلاد ومواطن شغل للناس، وهكا الاقتصاد يتحرك والعجلة تدور، ونكونوا حاربنا الفقر والبطالة ونهضنا بوضعية الزوالي في تونس. وهذا ما نجم نحقوه. يا ما سمعنا وعود 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 والكل كذب، يلعبوا على عقل المواطن البسيط اللي يلوج على لقمة عيش، على عمل يستر عائلته، لكن لا يوجد إلا ما نكون في موقع قرار. لذا اليوم قررت أني نخوض أول تجربة سياسية فعلية في حياتي، ونترشح للانتخابات الرئاسية 2024. القرار هذا ماهوش سهل، خذيته بعد العادة ما فما شيء كالكلام الفارغ، وعود كاذبة. يا أخي زونا رانا فدينا، تعبنا، الناس تعاني في الشارع. تفكير عميق وباش يكون على حساب برشا حاجات في حياتي، وبالرغم من ذلك قررت أني نخوض التجربة هذه. إن شاء الله نكون في مستوى آمال وتطلعات الناس اللي أعطاتنا. شكرا يا سي كريم على التضحية متاعك من أجل تونس. هكذا تكون حب الوطن أو لا. معلومة لكل التونسيين، هي أنت اللي تتفرج فيا، الناس الوحيدين اللي حبوا تونس هم الشهداء اللي لقوا صدورهم للكرتوش وماتوا في سبيل تونس، وبعدهم ماتت الوطنية. هذه رسالة لمن يفهم. هنا تونس، إلى اللقاء.